مرحبا يا دحباش ماذا تريد؟ سم الموت في خنجري بقطع فيه عرض الوريد. من مصدر غوي عادني بتزمل وبنهم شديد، والجودة لمن شلها ما اتركها لشاني حقيق. وهذه كلمات الشاعر الشايف محمد الخالدي، جواب على الشاعر أحمد محمد الصنبحي، غناء الفنان علي صالح اليافعي، مع عزف الإيقاع الفنان عبد الله عبد الرب. وقت الحشيد الجندي أخذنا 10 والضابط 11 عقيد، وحماد ذي حسب ما جمل كم خاسر وكم مستفيد. ممكن لو عرف قد يصلى هذا العدد أو يزيد، لذي ما حضر ما نظر أبتال العمل والغليل، واللي دائما مغترب بالعيش الهني والرغيد، قداه يسمع العازفة والحان الغصد والنشيد. مثل الصنبحي صاحبي ذي كان بيسرد سريد، قصده ان يحرض علي اصحاب القدم والعصيد، الفرصه امامك متاح يا ابو صبر قل ما تريد، تقل ليله المنحرف ذي لك امس مولى وسيد.
صعابا يزيد مالي في قوى الانفصال لا صاحب ولا لي عهيد أعرف من يقود اليمن وابذل جهد عالي جهيد يخرج شعب من محنته ما يبقى بحاله نكيد لا يعطي فرص للخوان ذي تحلم فإن تستعيد للخوان ذي تحلم بين تستعيد بس القيل والقلقلة واشعال الفتن من جديد بعدين قادروا واصبحوا لما سعود يلقى سعيد وخير شوفني يا فعي من ذي قام حفلة وعيد ولا يخاطبه باركوا يوم الانتصار المجيد من تعني جحا في العدن دي واعد لهم بالطريق شبلي في كريتر عدن كم من قصر عالي مشيت أملاكي في العاصمة والحوطة بلدنا أكيد بنثبت بين عندنا بالحوطة وبين رصيد رصيد هذا